2023 أقل من 17 سنة بالجزائر انطلقت أمس وتتواصل على مدار قرابة 20 يوم. كان فيه أمس حفل الافتتاح بحضور جماهيري كما كان منتظرا، لم يكن كبيرا في ملعب ويج. برا كان أحسن، ما كان حتى بلاكا الآن برا كي تمشي في العاصمة تبين ما عدا الأعلام الرايات الوطنية تاع الفرق 12 المشاركة، لا شيء يوحي بأننا ننظم كأس إفريقيا. لهذا ما نقدروش يكون في حضور جماهيري. مباريات عنابة، مباريات قسنطينة، الجمهور ما راحش يكون حاضر بقوة، وهذا خسارة. يجب أن الأمور تتحسن شوية باش يكون حضور جماهيري في المباريات. أمين أكسس الترويج ناقص، حفل الافتتاح كان بسيط جدا، ما على باليش علاش، يعني الأمور ما تجري على أحسن ما هو. انت من ذاك ما تفهمش رضوان، بس صغار داروا لهم حاجه صغيره، وهذا ما كان حاجه صغيره على حساب بصيطه، يعني بسيطه باسكو سيدي هذه سيدي ماتش ديال الجيريا. حبيت نسقسيك لا دانيير فوا لاشان، وكان ماشي حنايا بدينا نهضروا هنا في الهداف، ما كانوش سامعين بها، ما كان هنا في الجزائر ماشي سامعين بها، واحد ما كان سامع بها صح. من بعد الامور مشات، يعني باسكو هضرنا تكلمنا، بداو لي بلاطو يهضروا، بداو كذا لازم الترويج، لازم كذا، لازم نطلعوا لها شويه القيمه تاعها، وكما كان الحال بدا الترويج مليح والاشهار وكذا. نعم. ومن بعد جازت لاشان كما لازم تجوز. الناس زهاد كانوا يدخلوا الملعب ساسوا في وها، ولو بعد ولات الناس ما تلقاش لي بيه هنايا. نعم. ما نشوف الترويج وين عنده امبورطونس. نعم. رضوان والله غير شوف مام واش تحب نقول لك، عباك احنا الفوتبول اللي حاكمينه دوكا ماشي تاع فوتبول، ماشي تاع كرة قدم، باسكو الناس هذوما دوك كيجبد لي نتايا دوكا جبت الاسماء هذوما ما عندهمش علاقه مع كرة قدم. انت كيفاش حبيتي ننظموا هذه الحاجه هذه، كيفاش حبيتي ننجحوها، كيفاش لازم تجيب ناس، وتكلمناها ديجا لازم تجيب ناس تاع كرة قدم، تاع اللي يعرفوا يديروا الاشهار، اللي يعرفوا يديروا الترويج، اللي يعرفوا كما قال لك محمد قاسي سعيد، كانوا قادرين يجيبوا لي جان تاع لي زاكاديمي، يجيبوا المدارس. مي باش تخلي لي انت الملعب فارغ. اليوم السنغال، لقاء السنغال مع الكونغو، الملعب فارغ تماما. بون يقول لك دراري بالك كاين اللي راهم في لي زيكزامان، معليش اليوم الحد بصح البارح السبت يوم عطله، الملعب كان فارغ يا خويا. وزع بالمجان بعض الدعوات باش الناس يكون على الاقل. الجزائر لعبت، الملعب كان فارغ. علي بن شيخ، هل تعتقد بانه الترويج هو اللي كان ناقص، ولا لانه حتى في اوروبا مثلا وحتى في افريقيا لما نظمناها لإيديسات نظمناها في الجزائر، وصلنا النهائي، خسرنا امام غامبيا في 2009 في عهد الرئيس السابق، رئيس الاتحادية السابق، كان لعبناه في ملعب زيرالدا. هادوما في فرنسا ولا في المانيا، هذه الدورات تاع اقل من 17 اقل من 19 يلعبون في ملاعب صغيره. بالك حنا درناها في ملعب عنابه، ملعب قسنطينه، ملعب براقي، هذو ملاعب كبيره، وبالتالي لي اوديسات بالك ما يكونش لونغومون كيما الشان ولا كاس افريقيا للاكابر. لا دوكا حرنا فيكم ملاعب كبار، قال كبار دوكا كان لعبوهم في الصغار، ولو كان لعبوهم في الصغار ما جاوش، قال لو كان راحوا للحومه خير، يزيدوا يلعبوا في الحومات. لا، باسكو الناس دوكا كاين بزاف ناس، ماشي كاع اوروزمون مي لا ماجوريتي بوكو جون انهم با دو كولتور تاع الفوتبول، سي دي سويفيست. كي تلعب الفريق الوطني على 4 تاع العشيه صايمين ويديو القدور ويروحوا باش يشوفوا الماتش. بصح لو كان جات عندهم الثقافه تاع كره القدم ويحبوا كره القدم، لا ماجوريتي يروحوا يشوفوا هاد لي جان هادو. اسكو عندنا ثقافه هذه وحده؟ ما عندناش هذه. اسكو عندنا ثقافه او نيفو فيدراسيون اللي كاين ديفلوبمون على الفوتبول وين يخليو الناس قالنا الناس. انا قلنا الناس وين الغلطه تاعهم، وين قالنا الناس وين ما علموهمش. لو كان الناس قالنا شافوا بلي كاين خدمه ديفلوبمون والمستوى راهو يطلع ويديكوفريو لي جان يصيرون كانا انتريسي. هنا أنا قلت لك الغلطه تاعهم الناس ما تتبعش، تبع غير ليكيب وتحبس تم وليكيب تاع بوقراو، هاد الزوج اللي يتبعوهم، الباقي ما كاش. بصح دو لوت كوتي هل كاين نعرفوا حنايا بلي هذا كاين ديفلوبمون دي فوتبول؟ هل نعرفوا لي جون ديالنا نعرفوهم؟ ما نعرفوش. اليوم هادو شحال في عمرهم؟ اقل من 16 بالعقل 17 نقولوا 17 16 ونص. البارح دخل ولد صغير في عمره 15 سنه و90 يوم ولا ما عارف شحال يلعب في البارسا قدام تشافي ومدرب تاعو تشافي، وشكون قدامه 15 سنه
15 سنه وشي كالكو موا. كالكو موا. شفت الناس كاع، انا واحد قاعد نستنى البارح نشوف باش نشوف لو جون، وحنايا ما عندناش ديفلوب، ما عندناش ثقافه باش نديفلوبيو على الفوتبول. اليوم كان البارح قدور هو اللي يستكلف اكس يقراك يستكلفوا بالشان، غدوه من داك جازت مليحه والو كريتيكينا شويه هذاك الصحيح هذاك اللي عنده لي كويز كذا، ولكن غلطه سيريا هذيك. من بعد هذيك الامور مشات. من بعد مشات. ومن بعد هذيك كاين ممكن مشكل، لا نحيك انت ونحط واحد اخر. علاش تحط واحد اخر؟ على باسكو هذا مشات معاه، خليه يكمل هذا. نو ما كاش، ما خليش ويا رايح نسي دو سويت. ما عندناش كولتور تاع الفوتبول. جاو الناس جدد دخلوا، مانيش عارف منين دخلوا، سي لا كونجونكتور تاع البلاد اللي خلاتهم يدخلوا. هذه وحده. اي لو سبور ما تنساش يا سي رضوان، لو ديفلوبمون دي سبور هذايا يمشي مع الديفلوبمون تاع البلاد. صح. كيف صح. نروحوا للمباراة في حد ذاتها. المنتخب الوطني فاز على منتخب الصومال، في حين السنغال اليوم فازت هدف مقابل 0 أمام الكونغو. أعطينا صور اللقاء. أناطوف كان رجل المباراة بتسجيله لهدفين. هذه اللجان أيضا يجب الحديث أنه ما عدا حسام عوار اللي شجع هذه اللجان برسالة أو رسالة نعم عبر الانستغرام، ولا واحد من اللاعبين تاع المنتخب الوطني ولا واحد شجع هذا الشبان محمد قاسي سعيد اللي فازوا. بالك ما سمعوش بها. كيف ما يسمعوش؟ تقدر ما تسمعش رضوان. ممكن. نعم تقدر. ممكن مي كانوا قادرين. كاس افريقيا الناس كامل تسمع. انا شفت لما المنتخب المغربي كان جا الجزائر، كان وليد الركراكي حضر وليد الركراكي. نعم نقل لهم. من المفروض الاتحاديه ايضا حتى هم ما سمعوش. الاتحاديه تعلم اللاعبين تاع المنتخب الوطني الاول انهم يبعثوا لهم رسائل تشجيعيه ولا حتى فيديوهات صغار باش يشجعوهم. على كل حال نعاود نقولوا المباراه ما على بالهمش على شحال يلعبوا. ما كانوش على بالهم. ما كانوش على بالهم. 2 مقابل 0 فوز المنتخب الوطني في اول خرجه. يوم الثلاثاء المنتخب سيواجه السنغال والصومال سيواجه الكونغو على ملعب نيلسون مانديلا. 2-0 نتيجة مقبولة رغم أن المنافس لم يكن قوي. اليوم أنا شفت السنغال مع الكونغو الديمقراطية. المنتخبين هذو ما مش منتخبات يعني كبيرة صراحة. السنغال ما قنعونيش كثير. ربما المباراة الأولى الجزائر ربما أحسن في هذه الدورة. لا المقابلة مع السنغال والكونغو راح يكونوا صعاب رضوان. هذه من أحسن المنتخبات في أفريقيا في هذا السن هذايا. منتخب الصومال شفناه يعني منتخب متواضع، ولكن شفنا بعض اللاعبين. نقول لك انا هذاك اللاعب في محور الدفاع بوعويش هذاك من احسن مدافعين، لاعب متميز. انا طوف نعم. قلب الهجوم. لا نولي بك واش كان يتكلم قبل المدرب تاع سوف رضوان. في الصحراء ما تلقاش غير فوتبولر. تنجم تقرا تنجم تصيب قاليت عدائين في العاب القوه. العدائين تاع لاعب القوه. ولكن نقول في حد ذاتها المقابله كانت جميله وشيقه، ونتمناو المقابله القادمه امام السنغال راح تكون يعني هذا هو التست فيريتابل تاع المنتخب الوطني. نتمناو له هو ايضا يكون الحظ معاهم. امين اكساس 2-0 نتيجه مرضيه. بخير. كانت بداية قوية للفريق الوطني. أنا شاهدت اللقاء صراحة أعجبت بهذا المنتخب. منتخب شاب يلعب كرة نظيفة. كاين شويه لي زانديفيدواليتي، كل واحد يدير النيميرو تاعو. سيدي جان يحبوا يبينوا. تحس بلي ما كاش لازم نشجعوا هادو سورتو بارابور الجان هذوما تاع لي U17. ديجا فيليسيتاسيون بور لا فيكتوار الدراري هذوما، لان داروا مجهود تاعهم، لعبوا مليح كرة القدم. علاش جو فيليسيت سي جون؟ لان